السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبيبي؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل طبق زلابية جميل جدا. هتخلي الزلابية بتاعتك كده مستوية كويس خالص من جوه ومجرمشة كده من بره، وليها الشدة الحلوة اللي زي ما انتوا شايفينها كده، ومستوية يعني على نار هادية. هتشوف ازاي الخطوات. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. قبل ما نبدأ زي احنا متعودين في كل فيديو هنصلي على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نبدأ نشوف المكونات ايه. مكونات معانا هنا. قبل ما نقول المكونات يا ريت تساعدوني بزيارتكم للقناة، تدوني اشتراك ولايك وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. يلا هنشوف ايه. 2 كوب معانا، 2 كوب دقيق، 2 كوب مية، نص كوباية زيت. هي معادلة كده: 2 كوب دقيق، 2 كوب مية، نص زيت، معلقتين كبار نشا، معلقة خميرة، معلقة سكر، رشة ملح. هنحط ايه؟ اول حاجة هنحط هنا المكونات الجافة كلها مع بعض الاول. ليه بنزل بالمكونات الجافة؟ علشان اتحكم في المية اللي معايا هنا، عشان كل دقيق بيختلف عن التاني حسب امتصاصه للمية. انزل جميع المكونات الجافة مع بعض واقلبهم كده مع بعض عشان توزع الخميرة في كل الدقيق. كل المكونات تتوزع بكمية متساوية مع بعض. تمام كده. هنزل بالمية هنا واحدة واحدة. اجيب الكوباية الاولى، هنزل كده حوالي 3/4 الاول. اشوف هنزل فيها نص كوباية الزيت، عشان الزيت انزله في مية عشان ما نزلوش على الدقيق على طول، مش ما يكلكعش معايا كده. خلاص الكوباية الاولى. اقلب كويس. هنا محتاجة برضو مية. هجيب نص كوباية المية التانية اللي معايا، هنزل بيها كده واحدة واحدة. لسه برضو محتاجة مية، نزل شوية. كل الوصفات المعجنات اللي عندك تعملها بنفس الطريقة عشان تتحكم في المية، عشان كل دقيق مختلف عن التاني زي احنا ما قلنا. برضو هنا لسه ناشفة معايا، هزود مية. هخلي حبة قليلين من الكوباية التانية. هنا خلاص قربت نوصل للسمك اللي احنا عايزينه، بس لسه تخينة شوية برضو. اقلب كويس كده خالص عشان انا عايزاها كده عجينة الزلابية تكون طرية كده وناعمة. فهنا انا هقلبها كويس خالص وافضل ارب فيها كده حوالي 10 دقايق. اتخلص من كل الكلكعة اللي في الدقيق، تفك معايا من خلال ان انا بضرب العجينة كويس خالص بالمضرب. كل مدى برفعها كده بشوفها عملت العرجز اللي انتوا شايفينه كده. تمام. هي كده لما تخمر هتطرى تاني. هنا هغطيها بستريتش وانتظر حوالي نص ساعة عشان تخمر. هنا بعد ما خمرت وتضاعف الحجم بتاعها، حطيتها في مكان دافي طبعا. هحاول هنا انزل كل الخمر بتاعها ده، انزله كده شوية لتحت. واكون محضرة هنا بعد ما عملت كده احضر طاسة او اي حاجة غويطة، او ممكن حلة صغيرة زي ما احنا شايفين كده عشان يبقى فيها زيت غويط. معايا معلقة ابلها بزيت وامسك كمية عجينة في ايدي، ادوس عليها كده بايدي بتطلع العجينة لفوق.
اجيب المعلقة اقطف كده بالمعلقة وبنزل في زيت الغزير، هي هتتدور معاكي وهتبقى زي الفل. هعمل كل الكمية بنفس الطريقة دي واخلص كل الكمية اللي عندي، وبعد كده اقليها مرة تاني. انا هنا بخليها تاخد غلاف بس من برا، بعد كده بقليها تاني في نفس الزيت. يبقى هنا اتقلت كم مرة؟ اتقلت مرتين بس. كده طلعت كل الكمية اللي معايا وحطيتها في طبق. هعمل ايه هنا؟ هزينها انا بسكر مطحون. بجيب حوالي نص كوباية سكر اطحنها عندي في المطحنة وارشها عليها. دي الطريقة التقليدية بتاعت زمان، قلنا نعملها النهاردة مع بعض. واي حاجة ممكن عايزة تزيني بيها بصوص شوكولاتة، صوص كراميل، حسب الرغبة بتاعتك. وبكده يكون احنا هنا خلصنا الفيديو النهاردة معانا، وطريقة الزلابية الجميلة دي بمكوناتها البسيطة، مفيش تعقيد ولا فزلكة فيها، حاجات من مكوناتها الأساسية زي ما معتادة من زمان هي كده. هنا كمان زيناها زي ما قلت لكم برشة سكر بودرة. تمام كده. في اخر الفيديو بقولكم تنسونيش في اللايك والاشتراكات علشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا زر الجرس. باي باي، الى اللقاء.